السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده اكل سريع وحلو كلنا بنحبه. وكل بداية حياة زوجية ما بيعملوش غيره المكرونة والبانيه. هنعمله بطريقة حلوة قوي قوي قوي. مش هنخلي البانيه صعب ونقعد بقى نعمله كذا كفر ونحطه في التلاجة يشمع شوية، الكلام ده انسوه خالص. وبجد اعتمدوا الطريقة دي بتطلع معاكم رهيبة. اول حاجة انا جبت كده طاسة سخنة وحطيت فيها نص كيلو من اللحمة او اقل كمان شوية، وحولت ان انا اديها صدمة كده. زي ما انتوا عارفين انا في العصاج بحب ادي اللحمة صدمة الاول قبل البصل. تمام. هاجي بقى هنا كده في الكبة، جبت 3 بصلات 4، زودي زي ما انت عايزة. العصاج كل ما يكون البصل فيه اكتر كل ما بتلاقيه مسكر وطعمه احلى بكتير جدا. المهم حطيت هنا البصل وهبدأ كده بس ادبله الاول، وبعد كده ابقى احط البهارات بتاعتي اللي انا بحطها على كل العصاج. فصين توم، ملح، فلفل اسود، كزبرة، براحتك بقى. عايزه تحطي بابريكا او كاري دي براحتك، او كركم. انا بستكفي بالسبع بهارات والثوم وملح والفلفل الاسود. وساعات بحط جوزة الطيب رشة منها او بشرة منها، وساعات ما بحطش. تمام. وساعات بحط عود قرفة، وساعات لا ورق لورا، مرقة دجاج كده. يعني كل واحد على حسب حبه للبهارات او حبه. في ناس معينة ما بتحبش كل البهارات، في ناس ما بتحبش الحبهان او الورق اللورا. يعني ده على ذوقك انتي وبراحتك انتي. الحاجات الاساسيه كلها احنا عارفينها، الملح والفلفل والكزبره، دي اهم حاجه في العصاج. وجوز الطيب بيديها نفس حلو قوي قوي. المهم هنا حطيت حته صغيره جدا من الفلفل الحراق او الفلفل الرومي اللي انت تحبيه، كده كده ما بيحرقلكيش العصاج خالص، يعني حاجه بسيطه كده. وبحط طماطمايه متقطعه زي ما انت شايفاها كده. انا بحب ساعات احطها كده في المكرونه البشاميل. تمام. وساعات بستغنى عنها، بس انا بحب ساعات اغير اللون، وساعات ببشرها برضو، يعني على حسب ما انت تحبي. تمام. يعني كده كده كله مش هتبان يعني، ما تقلقيش. مش الطماطمايه دي هي اللي هتقف وهتبان يعني. المهم هنا بقى هنتبل البانيه. انا كنت شطفته ونقعاه شويه في الليمون وشويه ملح. المهم هنا جبت بصلايه وضربت عليها بيضتين وملح وفلفل وسبع بهارات. وعايزه تحطي بقى بصل باودر وتوم باودر براحتك، بس انا حطيت هنا متهيألي في الكب برضو وانا بضرب البصل ده حطيت فصين من الثوم، عشان انا كنت عايزه البصل والثوم احس بطعمه ظاهر في البانيه، مش عايزه البودره. عمر ما البودره هتيجي زي الصحيح والحاجه الفريش. المهم دي عندي تتبيله البانيه. ده تتبيله البانيه بتاعت زمان زمان وبتاعت اجدادنا، هي دي التتبيله اللي بجد بتخلي طعم البانيه مميز جدا. غير بقى ما تحطيه في تتبيله اللي هو ميه بصل بس او بصل بس وبهارات، وترجعي بقى تعملي كفر بيض وكفر دقيق وكفر بقسماط. بجد الطريقه دي خطيره. المهم جبت هنا بقى كيس من المكرونه الاقلام دي او المكرونه الفرن، وهسلقها يا دوبك بس كده نص سلقه. المكرونه البشاميل ما بتاخدش السلقه كامله. وجيت هنا عشان اعمل البشاميل، ممكن تعمليه بالقشطه، ممكن تعمليه بالسمنه البلدي، وممكن تعمليه بالزيت، بس براحتك انتي. وجبت 3-4 معالق من الدقيق، وهتبدأي تقلبيهم كده لحد ما تشمي ريحتهم. وفي ناس بتحب تعمله كله على البارد بعد كده تحطه على النار، يعني برضو براحتك انتي. بس انا بالذات في البشاميل بتاع المكرونه بحب اشم ريحه الدقيق كده وهو بيتحمص مع الزبده. وهبدأ افكه باللبن، وبعد كده هبقى احط الميه في الاخر. بس المهم ان انا اشرب الدقيق الاول باللبن. تمام تمام. عندك كريمه لباني حطي، عندك قشطه بلدي حطي، جبن، ميكس جبن حطي براحتك انتي. الحاجه اللي تحبيها حطيها في البشاميل، بتودي المكرونه البشاميل في حته تانية خالص، بتبقى لذيذه جدا. هنا بقى حطيت مقدار برضو كوبايتين متهيالي من الميه على كوبايتين الحليب. هتحطي بقى بهاراتك، فلفل ابيض لو موجود، مش موجود زي حالاتي تحطي فلفل اسود. واحط ملح، احط مكعب مرق. جوز الطيب حلو جدا 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 في البشاميل. هنا جوز الطيب بتاعتي وقعت في قلب الحله كلها، ما علينا، هنصطادها ونجيبها. وبعد كده هنشوف هنحط ايه تاني. كنت هنا مجهزه حبه من الجبنه الموتزاريلا في طبق، هاخد منها معلقتين كده او معلقه كبيره في الصوص البشاميل، والباقي هشيله عشان عايزه احطه على المكرونه قبل ما ادخلها الفرن.
بصوا بقى، انا على فكره حطيت برضو في البشاميل كريمه لباني، جت معايا بالغلط. انا كنت في السوبر ماركت وبجيب جبنه وكده، فمش عارفه ازاي ما شفتهاش، وجت معايا ان هي كريمه لباني من الجبن اللي هي بتبقى في الباترينا كده، التلاجة دي تبقى سايبه. فجبت بقى، الراجل عبالي يعني المهم منها، وانا كنت فاكراها جبنه، فلما روحت البيت لقيتها كريمه لباني فاستخدمتها بقى ايه في البشاميل. حلوه برضو جدا لو متوفر سايب. هحط بقى نقطتين كده من الزيت وهرص المكرونه. انا ما بحبش المكرونه البشاميل تكون طبقه المكرونه كتيره، يعني تحسي ان هي اوفر كده، لا انا بحبها. يعني انا كل الكميه دي كانت كيس اللي هو الصغير اللي هو 450 جرام، يعني مش مكمل نص كيلو، وهيعمل معايا الصينيه العملاقه دي، بجد كانت تحفه. وطبقه المكرونه مش كتيره، مش تقيله كده، وطبقه اللحمه كويسه مناسبه معاها. ممكن تزودي بصل زي ما انت عايز، زي ما قلت لك كده كده اوريدي ما بيبانش، وبيخلي طعم العصاج مسكر. بس. واحط بقى تاني بشاميل كده. انا حطيت المكرونه وقلبت عليها حبه بشاميل. بصوا لو تلاحظوا البشاميل خفيف مش تقيل، عامل زي بشاميل بالظبط اللازانيا. انا ما بحبوش تقيل علشان تبقى جوسي كده ولذيذه، ولما تبرد برضو ما تبقاش ناشفه قوي. يعني انت لو تقلتي البشاميل وبعد ما المكرونه استوت وشربت البشاميل بتاعها اللي هي تاخده وتبرد، هتيجي تقطعيها تحس ان هي كتله كده ماسكه قوي قوي في نفسها، بتبقى بصراحه مش لذيذه زي ما بتكون جوسي. تمام. وهتشوفوها في الاخر، يعني شوفوا البشاميل خفيف ازاي، وفي الاخر لما قطعتها ما تفرولتش خالص، كل قطعه ماسكه نفسها ومية مية. هنا كانت خلاص صينيه المكرونه خلصت معايا. احط بقى شويه كده جبنه، عندك جبنه رومي حطي، عندك جبنه شيدر حمراء، اي حاجه ما عدا البيض. انا ما بحبش البيض خالص على وش المكرونه بشاميل، بتبقى الصراحه مش لذيذه، وبعيدا عن الزفاره وكده مش لذيذه نهائي. يعني برضو على حسب ذوقك انت. كان عندي هنا برضو شريحتين من الجبنه الرومي، قطعتهم برضو على الوش، مع بقى احط كده رشه من الزعتر المجفف، ورشه مثلا من الفلفل الاسود، رشه من الملح، براحتك انت. بس بجد الزعتر بيودي المكرونه في حته تانية خالص، بيخلي ريحتها حلوه جدا وطعمها مميز جدا جدا عن مكرونه في اي حد تاني. طبعا صينيه المكرونه دي مش عايزه اقول لكم كانت عامله ازاي، تحفه. لو جربتيها بنفس الطريقه دي وقللتي المكرونه وخليتي كميه اللحمه مناسبه للمكرونه، هتاكلي احلى صينيه مكرونه. اي جبنه بقى عندك، يعني ما تشترطيش على نفسك انك تجيبي حاجه معينه او كده، اللي موجود تمام. حتى لو نستون انت لو حطيتيها اصلا نستون في قلب الصوص البشاميل وانت بتعمليه برضو بتبقى رهيبه قوي. هنا كانت خلاص استوت، شغلت عليها الفرن درجه حراره عاليه من تحت، وبعد كده طلعتها فوق على الشوايه، وهي اصلا كده كده مستويه كلها ما فيهاش حاجه. يعني ما تغيبوش المكرونه البشاميل في الفرن كتير، بتنشف وبتبقى مش لذيذه. تمام. هنا ده بقسماط على دقيق على معلقتين كده من النشا، انا عاملاه في البيت. هبدا بقى هاخد البانيه من هنا على هنا على طول، بس من غير بقى الثلاث اطباق اللي بتعمليهم قدامك وتقعدي من هنا لهنا لهنا، ده انسي الكلام ده. وعلى فكره الطريقه دي افضل وانجح طريقه، ودي طريقه المطاعم. الكفر بيبقى بتاع البانيه لازق في البانيه مش بيطلع، لكن لما بتيجي تعملي البيض بعد كده الدقيق، او الدقيق بعد كده البيض بعد كده البقسماط، البيض في النص بيعمل عازل ما بين البقسماط والدقيق، بيخلي الكفر يبقى بعيد عن قطعه اللحمه، فبتبقى مش لذيذه. لما بتيجي تبرد تلاقي ان البانيه قشر ليه، ما هو من كده. لكن لما تحط البيض في قلب التتبيله نفسها مع الميه اللي نازله من البصل مع توابلك وبهاراتك اللي انت بتحبيها، بيطعم وبيبقى لذيذ جدا. بس اهم حاجه وانتي بتقلي البانيه او وانتي بتحطيه في الكفر اللي انا حاطاه قدامي ده، الفيجيتار بقى بقسماط دي، وانتي بقى بهاريه براحتك انتي، انك تشيلي البصل من على قطعه البانيه علشان ما يحرقش منك في الطاسه. زي ما انا هوريكي دلوقتي، انا هنزل بيه في الطاسه لحد اخر قطعه، بجد الزيت زي ما هو ونضيف. البصل اهم حاجه، زي ما انا بمشي ايدي كده عليها من وهي يعني في التتبيله، تكوني اعملي برضو زي كده لو عملتيها بالبصل. تمام. مش متوفر كبه ممكن تبشريه برضو عادي جدا، ممكن تصفيه، يعني براحتك انتي، بس انا بحبه يبقى ظاهر وطعمه يبقى قوي، وانا اتحكم فيه بقى، اشيله كده زي ما انا وريتك. هنا اهو اتقلى ما شاء الله، بصوا ولا فك ولا بقى تلاقي. على فكره انا جربت كل انواع البانيه وكل الطرق مع افتكاسات كده مع نفسي. الطريقه بجد اللي بتنجح معايا وبتطلع كويسه هي دي الطريقه اللي انا بوريها لكم وبعملها معاكم، وبتبقى
طريقه يعني المضمونه عندي. تمام. لو قلتيه بقى بالطريقه التانية في الزيت بتلاقيه بيتنفخ كده، عامل اكنك بتسوي رغيف عيش. هنا بتلاقي الكفر لازق في قطعه اللحمه نفسها، بيبقى لذيذ قوي قوي قوي، بخلاف ما بيطرى والقشر يطلع من عليه كده، بيبقى مش لطيف الصراحه، وبالذات لو في عزايم وكده بقى منظره مش حلو خالص. هنا المكرونه زي ما قلت لكم خلصت، بصوا شكلها حلو جدا جدا، واخده وش ممتاز ذهبي كده. متنسوش تركد الزعتر دي لو متوفر يا ريت، يعني تبقى حلوه قوي. يا سلام يا سلام. اهو كده خلاص البانيه خلص. ده كان نص كيلو متهيألي من البانيه، ما شاء الله عمل لي كميه حلوه قوي. لونه حلو خالص لو تاخدوا بالكم. يعني انا في الطاسه ما كنتش حاطه الا اتنين بس، عشان يعني الواحده كبيره ما شاء الله. ولو تاخدوا بالكم يعني الزيت كان شغال كتير، فضل مولع عليه كتير، ولا اسود ولا غمق لي البانيه ولا اي حاجه. وبرده قللي شويه البقسماط في الكفر بتاع البانيه، عشان البقسماط هو اول حاجه بتحرق في الزيت وبيغمق لك الزيت بسرعه، وتلاقي البانيه مغمق منك وشكله مش لطيف كده. بصي بقى المنظر، المكرونايه قطعه بقطعتها وهي مدخنه لسه، مع ان الصوص كان جوسي. بس تهدى بس، يعني انتي تقدري تمسكي الصينيه بس وابداي قطعي وما تخافيش، هتلاقيها معاكي تحفه تحفه وجميله. وهنا كنت خلصت، الف هنا والشفا على قلبي وعلى قلبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وجربوا وصفتي بطريقتي، هتعجبكم خالص خالص، خفيفه ولذيذه. ما تعملهاش بمعنى اصح المكرونه المكتله بتبقى تقيله قوي دي كده، ما بتبقاش لطيفه. دي احلى بكتير واخف، طالما هي مكرونه بشاميل بتبقى تقيله، وعايزين تعملوها في رمضان تبقى حلوه وخفيفه خالص لو عملتوها بالطريقه دي. وهنا البانيه جربوه بالطريقه بتاعتي، دي طريقه زمان قوي قوي قوي، انا مش هقول لكم دي انا مخترعاها، دي بتاعت زمان جدا جدا، من قبل ما اخترعوا ال3 طبقات. وبصوا كل البانيه خارج بنفس اللون، وحاجه بجد جميله جدا ومشرفه. لو عملتي عزومه كبيره من البانيه هتبقي ضامنه 100% ان اول واحده قلتيها زي اخر واحده. اهم حاجه متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس لو مش مشتركه في قناتي. انا نور العياط، متنسيش اللايك بتاعك اللي بيفرحني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.